زي ما انتم شايفين دي شاشة ادوب بريمير برو اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. اول حاجة هنعملها في الحلقة دي اللي احنا نعمل نيو بروجكت. هنضغط على فايل كده نيو كده نعمل نيو بروجكت. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت الحاجتين الوحيدين اللي بنغيرهم هما النيم واللوكيشن. انا غير النيم هسميه ابيسود 2 الحلقة التانية، وغير اللوكيشن انا مثلا عايز احطه هنا في الاي في مع فيديوهات اليوتيوب واعمل فولدر. بكل بساطة اضغط اوكي. دي الصفحة اللي بتظهر لك لما تفتح ادوب بريمير برو، ولو انت متفرجتش على الحلقة اللي فاتت لازم تتفرج عليها ضروري عشان خاطر احنا شرحنا فيها تقريبا كل الحاجات في الشاشة اللي انت شايفها دي. النهارده في حلقتنا هنتكلم عن ازاي نحط افكتس على الفيديوهات اللي احنا بنمنتجها. وكنا احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت اللي احنا هنتكلم عن الافكتس، وقلنا ازاي نجيب الافكتس. لو انت مش شايفها في التابز دي هنضغط على السهمين اللي في الجنب دول، هيظهر لنا قائمه اكيد واحده من ضمنهم افكتس هنختارها. ادوب بريمير برو بيتميز ان هو فيه افكتس كتيره جدا وفيه اوبشنز كتيره جدا ممكن تستخدمها، بس احنا في الحلقه دي هنخصص نتكلم عن 2 أو 3 افكت. طبعا عشان نبدا اي بروجكت لازم نرجع تاني للبروجكت، صفحه البروجكت اللي احنا فيها، وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت هنعمل امبورت للميديا. هنختار الماتيريال اللي احنا عايزين نستخدمها. هنضغط على اس بي سي ونفتح الاي في المكان اللي مخزن فيها ونضغط على صفحه اليوتيوب، وبكل بساطه هنحدد على الفيديو اللي احنا عايزين نختاره. طبعا لو عايز اختار اكتر من فيديو بكل بساطه هضغط على كنترول واختار الفيديو التاني، في الاثنين يتعمل لهم سيلكت واضغط اوبن. ظهر لنا الاثنين فيديو اللي احنا اخترناهم، وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت هنعمل سيلكت على واحد فيهم. هنبدا ب1 ونعمله دراج اند دروب في التايم لاين وننزله هنا. ده واحد من الفيديوهات القديمه اللي انا كنت حاططها على قناه المدرج، قررت ان انا اشرح عليه حلقه النهارده. طبعا هحط برضو فيديو رقم 2 ده احطه جنبه هنا. فيديو رقم 2 ده عباره عن مقدمه عاديه خالص، ومشدينها وحطينها هنا. طيب زي ما انتم شايفين دلوقتي انا المقدمه تقريبا انا مش شايفها، شوف صغيره خالص. انا عايز اكبر الحاجه دي، عايز اكبر البتاع دي عشان اقدر اتحكم فيها. شايفين السهم اللي تحت ده؟ هضغط على اوله او اخره من هنا او من هنا، واقوم جاي مصغره كده بحيث الحته الفيديو اللي قدامي يكبر. نرجع بقى للمقدمه، هنلاقي المقدمه كبرت والواحد يقدر يتحكم فيها. هنضم الاثنين على بعض ونجرب نشغل كده. زي ما انتم شايفين شاشة المقدمة صغيرة عن الشاشة الكاملة. احنا بكل بساطة هنضغط نعمل عليها سيلكت هنا، نقوم محددين هنا كده، نضغط عليها خطوتين ونقوم مكبرينها على قد الشاشة، وتشتغل عادي جدا بريزوليوشن كويس كمان. ده شكل المقدمة، وانا عايز بقى ايه احط افكت ما بين الفيديوهين، فده اللي هنتعلمه في حلقة النهاردة. انا عشان مبقاش الفيديو ده طويل هقطع الحته اللي في الاخر دي، وزي ما اتعلمنا في الحلقه اللي فاتت هنروح على الريزل تول ونتك على الخط الازرق اللي بيحدد المكان اللي احنا واقفين فيه، وارجع تاني على السلكشن تول واختار الحته اللي انا عايز اقطعها اللي هي بقيه الفيديو، وبكل بساطه اضغط ديليت عندي في الكيبورد. هيبقى لنا الحته دي. انا عايز اكبر الحته دي كمان زي ما قلنا من شويه، واقوم مكبرها من هنا كده. طيب انا عايز احط افكت ما بين الاثنين دول عشان خاطر تبقى نقله احسن بدل ما هي نقله عاديه كده. انا عايزها ايه، تبقى افكت حلو يعني. زي ما قلنا هنضغط على السهمين اللي في الجنب دول ونفتح التاب بتاع الافكت. هننزل هنا تحت هنلاقي حاجه اسمها فيديو افكتس وفيديو ترانزيشنز. خلونا في الفيديو ترانزيشنز الاول. هنلاقي بقى حاجات مختلفه، 3 دي موشن، ديزولف، اميرس فيديو، بيج بيل، وحاجات تانية كتير. خلينا الاول نجرب مثلا ديزولف ونختار اي واحد من دول. طبعا انت ممكن بقى ايه مع نفسك تقعد تجرب كل الافكتس دي، انا هعلمك ازاي تحطها، وانت بقى ممكن تجرب ايه بقيه الافكتس عندك في البيت. انا هختار الكروس ديزولف هنا واحطها ما بين الفيديوهين بكل بساطه، دراج اند دروب واحطها ما بين الفيديوهين. شوف شكل الفيديو كده، هنلاقي الافكت اللي احنا اخترناه ديزولف اللي جايه من الذوبان، اللي هو انا على طول نقل على الفيديو اللي بعده بطريقه حلوه جدا. خلينا بقى نجرب ال 3 دي موشن دي.
نختار مثلا كيوب سبين. انا عايز مثلا اشيل طب انا عايز بقى احط الكيوب سبين ده مكان الديزولف دي، اعمل ايه؟ بكل بساطه اقوم مصغر كده شويه عشان اعرف اعمل كليك عليها، واقوم ضاغط عليها كده محدده زي ما انا محدده كده، واقوم ضاغط ديليت عندي في الكيبورد، اقوم جاي مصغر تاني لو انا عايز، واقوم مختار الكيوب سبين اللي عايز احطها واقوم حاططها هنا. بكل بساطه هنشغلها، شوف شكلها عامل ازاي، شكلها ظريف جدا، وعامه 3 دي دايما شكله حلو. انت بقى عندك كميه الافكتس الكتيره قوي دي، عندك 3 دي موشن، عندك ديزولف، عندك وايب، عندك حاجات كتيره قوي ممكن تستخدمها في البيت. انا علمتك النهارده ازاي تحط افكتس في الفيديو بتاعك. وبس كده نكون وصلنا لغايه نهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.